المثل اللي بيقول الحاجة أم الاختراع بتشوفه حقيقة لما تعرف السبب أو القصة اللي جت منها فكرة الاختراع. عشان كده هنتكلم النهاردة عن أهم 5 اختراعات اخترعها الألمان، وهنرجع للحظة اللي اتولدت فيها الفكرة والظروف اللي خلت صاحبها يحاول يغير العالم. ما تنساش تحط لايك واشتراك وتقولي رأيك في التعليقات. أول اختراع معانا الأسبرين، أشهر مسكن في العالم. اللي اخترعه اسمه فيليكس هوفمان، اتولد في ألمانيا سنة 1868. كان كيميائي شغال في شركة لصناعة الأدوية اسمها باير. الفكرة جات له بسبب إن أبوه كان عنده التهاب المفاصل الروماتويد المزمن، فالدواء اللي كان بياخده ساعتها كان بيتعبه، لأن في مادة اسمها حمض الساليسيليك ساليتسول زويغة. الحمض ده ليه أعراض جانبية، بيعمل تهيج في جدار المعدة، فكانت بتسبب له ألم في المعدة. فيليكس فكر في حل انه يعدل في التركيب الكيميائي عشان يعمل مسكن للألم ملوش آثار جانبية على المعدة. في يوم 10 أغسطس 1897 في معمل شركة باير نجح فيليكس في انه يعمل مسكن الإسبرين. ضاف على التركيبة اللي فيها الحمض ده، حمض الساليسيليك، مادة اسمها أستيل، فبقى اسمه أسبرين. سماه أسبرين تركيبة الكلمة ال A اختصار كلمة أستيل، المادة اللي ضافها للنبات أو الحمض، وسبير من سبيريا، ده اسم النبات اللي بيستخرجوا منه الحمض، واي ان ده اختصار بيضيفوه في أسماء الأدوية عموما. جربوا على أبوه أول واحد والنتيجة كانت مبهرة، حالته اتحسنت والدواء بقى فعال أكتر من غير الأعراض الجانبية اللي بتعمل ألم في المعدة. ومن سنة 1900 بقى الاسبرين المسكن الأشهر والأكثر مبيعا في العالم كله. فبقوا بيوصفوا الاختراع بتاعه، بيقولوا بالألماني Aus Liebe zum Vater erschuf er ein Medikament, das Millionen von Schmerzen befreite. يعني من حبه لوالده ابتكر دواء حرر الملايين من الألم. تاني اختراع معانا محرك السيارة الداخلي أو موتور العربية. اللي اخترعه اسمه كارل بينز، اتولد في ألمانيا سنة 1844. كان مهندس ميكانيكي وكان عنده طموح أو حلم إن في المستقبل يبقى فيه عربية بتتحرك من غير حصان زي ما كان موجود وقتها. وسيلة النقل الأساسية هي العربية اللي بتجرها الأحصنة، فكان عنده حلم إنه يخترع عربية تتحرك بمحرك داخلي يشتغل بالوقود أو البنزين، وتبقى آلة ذاتية الحركة تتحرك لوحدها من غير ما تحتاج حاجة تجرها أو تزقها. وطول سنة 1885 و 1886 اشتغل على أول نموذج للعربية، اتسمت بنز باتنت موتور فاجن. كانت زي ما واضح في الصورة ب3 عجلات وقوة 3/4 حصان بس، والسرعة القصوى 16 كيلو متر في الساعة، وكان فيها دراع توجيه بدل عجلة القيادة أو الدريكسيون. وسجل اختراعه رسمي في 29 يناير 1886. بس المشكلة ان محدش اهتم بيه او ما كانوش مقتنعين بالاختراع لسه او مش فاهمينه، لحد ما مراته بيرتا بنز خدت العربية من غير ما تعرف كارل بنز عشان تثبت بتجربة عملية ان الاختراع ده ناجح ويعتمد عليه. ففي يوم 5 أغسطس 1888 سابت رسالة لكارل وخرجت الفجر، ركبت العربية هي وولادها الاتنين ريتشارد ويوجين، وقررت تسوق العربية في رحلة طويلة على طريق من مدينة مانهايم لمدينة بفورتسهايم، المسافة حوالي 106 كيلو متر. في الطريق كان في مشاكل بتقابلها زي عطل البنزين، والأنبوبة اللي بتوصل البنزين للمحرك كانت بتتسد من الشوايب، بس كانت بتتصرف وتحل المشكلة. يعني مثلا في عطل البنزين اشترت من الصيدلية مادة اسمها ليجروين مذيب، ده بديل خفيف عن البنزين أيامها، وملت بيه الخزان بدل البنزين. ولما الأنبوبة اتسدت سلكتها ونضفتها بالدبوس اللي في شعرها.
ده غير إن في الطريق وهي سايقة العربية دي آلة محدش شافها قبل كده، فالناس كانوا مستغربين ومبهورين بالآلة اللي بتمشي لوحدها، فكانوا متابعينها وبيمشوا وراها. ووصلت بيها لحد بيت والدها في بفورتسهايم بالليل في نفس اليوم. فبكده اتسجلت أول رحلة حقيقية طويلة بسيارة في التاريخ. والرحلة دي عملت ضجة إعلامية وأثبتت إن الاختراع ده بقى وسيلة نقل هتغير العالم. وأسس كارل شركته بنز أوند شيا، والناس اهتموا بالعربية وطلبوا يشتروها، فاندمجت شركة بنز مع شركة دايملر عشان تبقى شركة مرسيدس بنز عملاق السيارات لحد دلوقتي. فبقوا بيقولوا حكمة بالألماني: Eine Reise von 12 Stunden veränderte die nächsten 120 Jahre. يعني رحلة استغرقت 12 ساعة غيرت 120 سنة اللي بعدها. تالت اختراع معانا المطبعة البخارية، اللي اخترعها اسمه فريدريش كونيش. اتولد سنة 1774 في ألمانيا، وكان من صغره عنده شغف بالآلات والطباعة. درس الفيزياء والميكانيكا. كان في أيامه الطريقة الوحيدة الموجودة للطباعة المطبعة اليدوية، بس كانت مكلفة وأقصى عدد ليها تطبع 200 نسخة في الساعة. فجات له فكرة إنه يصمم آلة تعتمد على البخار بدل الجهد اليدوي، وتطبع على وجهين الورقة، وش وظهر في نفس الوقت، وتكون أسرع بكتير. بس الفكرة دي اترفضت في ألمانيا لأن أصحاب المطابع والعمال خافوا الآلة دي تستبدلهم وتاخد مكانهم ويخسروا شغلهم. فريدريش سافر انجلترا سنة 1807 لأنهم كانوا منفتحين أكتر وبيقبلوا الأفكار والاختراعات الجديدة وقتها. فقابل هناك رجل أعمال اسمه توماس بنسلي، موله مقابل إنه يبقى ليه حقوق استخدام الآلة الجديدة. فكونش بدأ مع زميله أندرياس باور في تطوير الآلة الجديدة، واشتغلوا على الفكرة سنين، يجربوا ويفشلوا ويجربوا تاني لغاية ما وصلوا للنموذج الأولي. يوم 29 نوفمبر 1814 نجح فريدريش كونيش إنه يقنع جورنال مشهور في إنجلترا اسمه جريدة ذا تايمز البريطانية، أقنعها إنها تجرب مكنة الطباعة الجديدة في السر من غير ما تعرف العمال، لأن أصحاب الجورنال كانوا خايفين العمال يفتكروا إنهم جايبين مكن جديد عشان يمشوهم. وحصلت اللحظة اللي كان بيحلم بيها كونيش في فجر 29 نوفمبر 1814. تم طباعة أول عدد من الجريدة باستخدام المطبعة البخارية، وقدرت تطبع 1100 نسخة في الساعة، وده كان رقم خيالي وقتها. لما نجح الاختراع رجع فريدريش لألمانيا وأسس شركة طباعة مع زميله باور لسه موجودة لغاية النهاردة، اسمها كونيش أوند باور AG، واحدة من أقدم شركات الطباعة في العالم. فلما نجح الاختراع فريدريش كونيش قال: Die Presse ist die Stimme der Freiheit und ich habe ihr eine stärkere Stimme gegeben. يعني الصحافة هي صوت الحرية وأنا منحتها صوت أقوى. رابع اختراع معانا الكمبيوتر، اللي اخترعه اسمه كونراد تسوزا 1941. كونراد تسوزا اتولد سنة 1910 في برلين، وكان مهندس مدني، بس كان بيكره الحساب والمسائل والعمليات الحسابية المتكررة في الهندسة. فجات له فكرة: ماذا لو في آلة بتحسب وتنفذ العمليات الحسابية دي تلقائيا لوحدها؟ فبدأ لوحده من غير تمويل ولا دعم من حد، بنى النموذج الأول للفكرة اتسيت اينس أو ذي 3 في سنة 1936. بدأ يشتغل عليه في صالة عنده في بيت أهله، وابتدى يعدل فيه ويطور فيه لحد 1941. عمل تسيت دراي أو ذي 3، أول كمبيوتر رقمي حقيقي في التاريخ قابل للبرمجة. بس في الفترة دي كانت ألمانيا في الحرب العالمية التانية، فما لقاش تمويل حقيقي أو اهتمام رسمي بمشروعه، لأن البلد كلها كانت في حالة حرب. والمشكلة الأكبر إن في 1943 في غارة جوية ضربت برلين، دمرت جهاز ذي 3 اللي اخترعه. بس الحمد لله تسوزا كان خلص تصميم ومكونات الكمبيوتر نظريا وعمليا، وسجله في وثائق ومخططات احتفظ بيها ونجا بيها بنفسه. في سنة 1945 طور الجهاز أكتر وبنى تسوزا كمبيوتر
Z4 النسخة النهائية للاختراع، وكانت متطورة أكتر، وقدر ينقله لجنوب ألمانيا قبل نهاية الحرب على طول. وبعد الحرب باع الجهاز بنسخته النهائية الزي 4 للمعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ، وكان أول كمبيوتر يتباع في أوروبا. كونراد كان بيوصف الاختراع بتاعه في مذكراته، بيقول Ich war der Meinung, dass der Mensch nicht zum Rechnen geschaffen ist. Also baute ich eine Maschine, die es für ihn tut. يعني كنت أعتقد إن الإنسان لم يخلق من أجل القيام بالحساب، فبنيت آلة تقوم بذلك بدلا منه. إنه كان بيكره الحساب وإنه يقضي وقته في العمليات الحسابية، فبنى آلة تعمل ده بدل منه. خامس اختراع والأخير معانا الدراجة الهوائية أو العجلة. اللي اخترعه اسمه كارل درايس سنة 1817. كارل كان مهندس ألماني وعالم رياضيات ومخترع مبدع. اتولد في ألمانيا في مدينة اسمها كارلسروه سنة 1785، وكان شغال موظف حكومي. سنة 1816 حصلت ظاهرة عالمية اتعرفت باسم داس يا أونا زوما، عام بلا صيف، بسبب بركان اسمه تامبورا انفجر في إندونيسيا. قوة البركان سببت انتشار الرماد البركاني في الغلاف الجوي لدرجة الرماد ده حجب الشمس، وتسبب في انخفاض درجات الحرارة عالميا، ودمر المحاصيل، وعمل مجاعة شديدة في أوروبا. وكان تأثير الكارثة دي إن الخيول بدأت تموت بالجملة بسبب نقص الغذاء، وده خلى وسيلة النقل الرئيسية اللي هي الأحصنة أو عربيات الحنطور مش متوفرة. فكارل درايس فكر وقتها في ازاي ممكن الإنسان يتحرك بسرعة من غير ما يعتمد على حصان، وفكر في بديل يحل الأزمة. فبدأ بتجربة وسيلة تعتمد على قوة رجلين الإنسان بس. سنة 1817 اخترع أول نموذج لوسيلة نقل فردية، صنعها من إطار خشبي طويل بطول الجسم، وعجلتين في خط مستقيم، مقعد تقعد عليه، ودراع توجيه أمامي زي الدركسيون، بس مفيش دواسات أو بدلات، بتتحرك برجليك بس، بتتحرك بالرجلين بس. سماها وقتها لاوف ماشين، آلة الجري، واتسمت بعدها دغيزينة منسوبة لاسمه يعني دغايز. في يوم 12 يونيو 1817 طلع كارل دغايز في أول رحلة رسمية باختراعه في مدينة مانهايم، وقطع مسافة 13 كيلو متر في أقل من ساعة، وده رقم مذهل أيامها. الناس كانوا مذهولين، في منهم اللي استغرب شكل الآلة أو اتريق عليها، بس في منهم اللي أدركوا وفهموا إنهم قدام ثورة في عالم النقل. والعجلة اتطورت مع الوقت. في النص التاني من القرن ال19 ضافولها الدواسات والجنزير والكاوتشات الإطارات الهوائية، فبقت العجلة اللي بنركبها النهاردة. بس الفكرة بدأت عند كارل درايس. فكارل درايس كان بيتكلم عن فكرة اختراعه وجات له منين. بيقول in Kriegszeiten wo die Pferde und ihr Futter oft selten werden, konnte ein solcher Wagen wichtig sein. Muskelkraft statt Zugpferd. يعني في أوقات الحروب لما الخيول وعلفها يبقوا نادرين، بيكون الآلات أو المركبات اللي زي دي مهمة، قوة العضلات بدل الحصان اللي بيجر العربية. لو عجبك الفيديو ما تنساش تحط لايك واشتراك وتقولي رأيك في التعليقات.